ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا مبسوطين. طبعا اكيد حرانين. روتيني النهارده ان شاء الله تتشجعي منه وتقومي بقى على المطبخ تاكلي. النهارده اول حاجه عملتها ان انا نزلت كملت المشتريات. زي ما وريتكم في فيديو المشتريات انا جبت جزء وتاني يوم جبت الجزء التاني. الجزء التاني بقى النهارده اللي انا جبته كان الفراخ. كيلو الفراخ البيضة عامل 85 جنيه. انا بقى جبت الفراخ تمام، وكمان بقى غسلناها حلوة قوي، وبعد كده عملنا لها المحلول بتاعها ونقعناها فيه، وبعد كده بقى اتخلصنا من كل الزفارة اللي فيها. وبعد كده انا شلتها في شنط كده على طول، ما شلتهاش في علب ولا حاجة. وكمان ما عملتش الخلطة اللي بعملها كل مرة، لان البصل ب25 جنيه يعني اكيد انا مش ههدره. شلت كده 3 فرخات. انا جايبة الفراخ كبيرة وكمان قطعتها على 4 بس. و... والفرخة دي بقى ايه، قلت هطبخها على طول. وبقى زي ما انتوا عارفين بقى فلفل اسود وحبهان وورق لورا وملح وظبطيها بقى حلو كده. وهنعمل الفراخ. واشتريت كمان بقى ايه، اشتريت كمان السمك كان انواع. انا جبت النوع اللي هو ب76 جنيه. ده اللي هو بيكون وسط، يعني ولا هو كبير قوي ولا هو صغير قوي، اللي بيكون حجمه وسط. كمان الصغير ما بحبوش علشان بيبقى الشوك جامد قوي فيه، والكبير قوي ما بحبوش، بحس كده ان يعني لحمه ايه، ما بيعجبنيش يعني. فانا بحب اجيب الوسط ده عامه، بغض النظر عن اي اسعار. طبعا السمك بقى بننضفه حلو، ممكن كمان بفرشة اسنان او بالحاجه اللي انت مخصصاها للسمك، وتعمليه وتملحيه حلو قوي. وبعد كده تشطفيه حلو، يعني السمك بالذات لازم تنضفيه حلو قوي علشان ما يعملش معاكي اي ريحه زفاره وانتي بتقليه بقى او بتشويه او زي ما هتعملي فيه. فالسمك لازم تغسليه كويس قوي. كمان بقى كنت جايبه الفرن. يا ريت اجيب الفرن. كنت جايبه العيش من الفرن، فبقسمه كده على اكياس، كل كيس بحط فيه مثلا 10 او حاجه. وبحطه في الفريزر. اليوم ده بقى عملنا ايه، عملنا كوارع وعملنا ممبار. طبعا عملناهم مع بعض كتير، تقدري تشوفي في الفيديوهات. فما صورناهوش. وعملت بقى كمان للولاد الفراخ اللي احنا شفناها مع بعض في الاول، وصينيه بطاطس ورز وشوربه والحمد لله. بصوا بقى، بالليل بقى قبل ما انام، يعني على اساس ان احنا لو بننام بالليل يعني، المهم بالليل ده نص كيلو من الترمس ونص كيلو من الفول وكوبايه من العدس الاصفر. نص كيلو الترمس ده حطيت عليه معلقه صغيره من الملح ومعلقه من الكمون. تمام. بس طبعا انا لسه هحط عليهم الميه المغليه. نقول مره كمان ونكون مركزين شويه في الكلام عشان انا تهت منكم. فاحنا هنجيب الترمس وهننقعه في ميه سخنه، وهنجيب الفول وهننقعه في ميه سخنه، وهنجيب العدس هننقعه في ميه ايه عاديه من الحنفيه بعد ما نغسله كذا مره. تمام. وهنسيبه منقوع لحد ما يتضاعف حجمه، يعني هتسيبيه مثلا ايه 6 ساعات 8 ساعات على حسب بقى. يعني انتي نقعيه بالليل واعمليه الصبح ايه ان شاء الله. هنا بقى بصوا الفول، انا وريتهولكم من شويه كان شكله عامل ازاي. بصوا دلوقتي حجمه اتضاعف. نبدأ بقى نجهز الفول على طول. عملنا مع بعض قبل كده فيديو الفول والطعمية، كان في رمضان. الفيديو ده بجد يعني ايه كسر الدنيا. الطريقة فيه جميلة قوي، ممكن هسيبهولكم ان شاء الله في صندوق الوصف، وهسيبهولكم في حرف الاي. تروحوا تشوفوه ان شاء الله. الفيديو ده هيعجبكم جدا جدا، سواء الفول او الطعمية. مقادير مظبوطة، طعم مظبوط، طعمية ما تفكش منك، بصي رهيب. المهم هنا بقى انا حطيت الفول وحطيت عليه العدس وعصرت عليه ليمونه علشان ما يسودش. وكمان جبت طبق حطيت فيه ميه بحيث ان هي تسخن، ازوده منه فيه لو انا هحتاج. وطبعا الميه اللي احنا هنزودها في البدايه لازم تكون ايه، تكون ميه مغليه، يعني مينفعش نحط عليه ميه ساقعه، لازم نحط عليه ميه مغليه. عايزه بقى تقفليه بورق فويل وبعد كده تحطي الغطا. عايزه تحطي طبق زي براحتك، عايزه تحطي مثلا لبانه ولا حاجه عليه على طول بحيث ان انتي تسخني الميه فيها وتفضي براحتك. تمام.
اول ما بيغلي معاكي بتوطي عليه، بتخليه زي الشمعة. ده بالنسبة للفول. اما الترمس بقى بعد ما نقعني، هنجيب بقى الحلة اللي احنا هنسلقه فيها، برضو شايفين حجمه اتضاعف ازاي. هنجيب بقى الحلة اللي احنا هنعمله فيها، وهحط فيها معلقة من السكر، وهرفعه على البوتاجاز، وهسيبه بقى لحد ما يتسلق معايا. وبالمرة برضو قلت على البوتاجاز كده، بما اني حاطه ترمس وحاطه الفول ومعرفش فقلت اسيح الزبدة البلدي دي، لان اللي انا مسيحاه يعتبر خلص، فقلت اطلع اسيح. وبحب اخد قالب كده علشان ناكله جنب الفطار، بيكون طعمها حلو قوي يعني. طبعا سيحنا الزبدة برضو مع بعض قبل كده، اسيب لكم الفيديو لو حابين تشوفوه. انا عامله لكم كده بس افكار، يعني الحاجات اللي احنا ممكن نستغل فيها وقتنا لو احنا صاحيين بالليل، لو الكلام ده. اما بقى بالنسبة للعدس اللي احنا كنا نقعينه ده، فده هنعمل بيه عيش صحي، اللي هو عيش العدس. دي كوباية من العدس، هنروح بقى نغير المية دي، ونرجع اقول لكم هنعمل هنجيب بقى الخلاط بتاعنا، وهنضيف فيه العدس. طبعا العدس ده كان كوباية من العدس، ولكن لما اتنقع هو اتضاعف، فبقى بقيمة كوبايتين. فانا هضيف عليه نفس الكوباية اللي انا عملت بيها العدس. الكوباية اللي انتوا شايفينها دي هي اللي انا عايرت بيها العدس في الاول، فهي اللي انا هعاير بيها المية. كوباية العدس بتاخد كوباية مية، تمام. ملناش دعوة بقى حجمه بيبقى بعد كده، نص كوباية نص كوباية وهكذا. اديته كمان ملح وكمون وبس. وبعد كده بقى بنضربه في الخلاط، نتأكد ان العدس اتضرب كويس، وبنفضيه، ويبقى هنبدأ ان احنا نشتغل. انا بقى اشتغل على البوتاجاز الكهرباء ده، بما اني يعني انا حاطه حاجات كتير على البوتاجاز، واخده مساحه، حله الترمس وحله الزبده وكمان قدرة الفول. فقلت هشتغل على بتاع الكهرباء ده. بنديها بقى مسحه صغيره من الزيت، وبعد كده بنعمل مقاس على قد الطاسه بتاعتنا. حاولي تعملي مقاس الطاسه بالظبط، ان انتي ولا تخليه تخين ولا تخليه رفيع. وهنا بقى يا ساده يا حرانين، حصل بقى؟ النور قطع. النور قطع وانا شغاله يا جدعان، ولا بقيت عارفه اصور، ولا بقينا مستحملين نفسينا بصراحه يعني. مع العلم بقى مع العلم ان ده بوتاجاز كهربا، فكمان ما بقاش شغال، فبقيت مضطره بقى ان انا اروح فين؟ اروح على البوتاجاز. بصوا لدرجه ان الزبده كانت يعتبر قربت تخلص، ولسه النور قاطع. النور قطع فتره كبيره جدا، ما بقيتش عارفه اصور لكم اي حاجه بصراحه، واليوم بتاعي باظ يعني. المهم بقى قلنا نحط الاختصارات. فادي السمنه اهي بعد ما سيحناها. السمنه دي كمان حلوه قوي ونوعها حلو. اهم شيء لما تسيح معاكي لازم توصل كده ان هي تبقى صافيه، ما يبقاش فيها اي لبن، علشان ما تعملش معاكي عفونه او اي حاجه. وكمان بقى المرطه اللي هتطلع معاكي فضيها كده، حطيها في علبه، وبرضو شيليها وسخنيها جنب الاكل كده بحته زبده، بيكون طعمها حلو قوي. تمام. والفول بقى كنت عملته، كان لسه النور قاطع، فحطيته في الاكياس وشيلته. ودوت الترمس بعد ما جهز معانا. طيب الترمس بقى هنعمل دلوقتي؟ هنديله ملح، شويه ملح بقى على قد المقدار اللي انتي عاملاه، وهديله كمان كمون. تمام. طبعا احنا كده كده بنعمل دقه بره، اللي هي بتبقى عباره عن ليمون وكمون وشطه، فاهمين انت بقى، وشويه خل ومعرفش وبندوبهم كده. ودي بتكون الدقه اللي هي بنحطها على الترمس ذات نفسه. لكن هنا بس بنحط ملح، بنحط كمون، بنحط شطه شويه صغيرين، وبعد كده كل واحد بيظبط طبقه زي ما هو عاوز. وعلى ما اعتقد ان الروتين بتاعنا خلص دلوقتي، مضطرين بقى ان انتوا تستنوني في روتين جديد ان شاء الله. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو تعملي لي اعجاب، ولو اول مره بتشوفيني اشتركي معايا وفعلي زر الجرس.